أولي 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 زيزو زيزو أهو هيجيلك زيزو. الأهلي يسحق فاركو برباعية. النادي الأهلي قدر إن هو يفوز على فاركو النهاردة ب4-1، ونقدر نقول إن دي بداية حقبة النادي الأهلي مع روبيرو بالسكواد الجديد، بالسكواد التقيل اللي امتلكه النادي الأهلي في الفترة الحالية. يعني كلنا شفنا طبعا أداء النادي الأهلي مع مودرن سبورت، الأداء مش كان مقنع ولا النتيجة كانت مقنعة، بس النهاردة قدرنا ان احنا ناخد خطوة لقدام. قدرنا ان احنا نبص على اداء الفرقة بطريقة كويسة، وقدر الاهلي يقدم اداء بطريقة مثالية في المباراة بتاعت النهاردة امام فاركو، وقدر يطلع بنتيجة مثالية طبعا بعد تسجيل زيزو هدفين، وتسجيل محمد شريف، وتسجيل جراديشار، وصناعة طبعا هدفين من محمد دهاني، وصناعة هدف من بن شرقي. فالنادي الاهلي في المجمل النهاردة كان اداؤه مختلف جدا عن مباراة مودرن سبورت. اول ما شفت التشكيل بصراحه عرفت ان النادي الاهلي نازل النهارده ما يهزرش، نازل النهارده يقدم احسن مباراه ليه مع ريبيرو. وزي ما انت شفت وزي ما كل الناس شافت، هي فعلا تشكيله المباراه كانت مثاليه. اللي اختلف التشكيله عن مباراه مودرن سبورت ان احنا شفنا كريم فؤاد في الجنب الشمال بدل شكري، شفنا ديانج في نص الملعب مكان احمد رضا، وشفنا زيزو في نص الملعب مكان قفشه، ولعب طبعا ببن شرقي. بصراحه بن شرقي بعد الاداء اللي قدمه النهارده، بن شرقي ما ينفعش يقعد دكه لاي حد في النادي الاهلي، حتى تريزيجيه نفسه. يمكن تريزيجيه اداؤه متراجع جدا من ساعه ما رجع النادي الاهلي، وده ما اعرفش اسبابه ايه، ولازم حد يقعد معاه ويشوف اسباب تراجع اداء تريزيجيه مع النادي الاهلي. بنشوف زيزو بيقدم ورا اعتماده مع النادي الاهلي من تاني مباريات ليه في الدوري، طبعا عمل 2 اسيست في المباراه اللي فاتت امام مودرن سبورت، والنهارده بيسجل هدفين. يعني الراجل بقدم لك 4 مساهمات تهديفيه في مباراتين بس، فطبعا ارقام مفيش احسن من كده لبدايه لاعب كبير معاك كنادي اهلي. وزيزو هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي في الفتره الجايه. طبعا اداء في المجمل كويس جدا، شفنا ريبيرو النهارده وشفنا شكل اللعب بتاعه عامل ازاي. الراجل بيحاول يعمل استرتش الملعب على الملعب يا جدعان، مش مساعد الفرقه خالص ان هي تلعب كره على الارض، مش تساعد اي فرقه ان هي تلعب كره على الارض عامه، يعني مش النادي الاهلي بس. ان احنا كلنا بنشوف ارضيه الملعب عامله ازاي، كل ما تحاول تلعب كره على الارض وكل ما تنقل الكره بتعمل بندات لوحدها على الارض. فطبعا ارضيه استاد القاهره معرفش وصلت للمرحله دي ازاي وامتى. انت المفروض كنت في فتره بين الموسم والموسم الجديد، فالمفروض ان انت بتجدد ارضيه الملعب. لا، احنا ما شفناش الكلام ده، وطالعين مسؤولين استاد القاهره يقول لك اصل كان في حفله هي اللي منعتنا من ان احنا نعمل صيانه للاستاد. فطبعا حاجه مغزيه جدا ان احنا نشوف ارضيه استاد القاهره عامله كده. بس المهم ان احنا قدرنا ان احنا نشوف مباراه حلوه للنادي الاهلي، اداء ونتيجه. وده يبين لك اللي احنا قلناه في الفيديو اللي فات، يعني بعد مباراه مودرن سبورت، ان الراجل محتاج وقت، وان الراجل ما تستعجلش في الحكم عليه، لان لسه بدري جدا، لسه بدري قوي ان انت تحكم على الراجل وان انت تقول ان الراجل يستحق ان هو يكمل في النادي الاهلي او لا. انت لسه في بدايه موسم، لسه اول مباراه في الموسم مع مودرن سبورت، تلاقي التعادل مش مشكله. المهم ان انت تعالج الاخطاء اللي هي حصلت في المباراه اللي فاتت، ده اللي حصل في المباراه دي. والراجل قدر ان هو يعالج الاخطاء، وقدر ان هو يستوعبها، وقدر ان هو يعدل في التشكيل ويعدل في طريقه اللعب، وقدر ان هو يكسر التكتلات الدفاعيه اللي كان عاملها نادي فاركو. يعني شفنا طبعا تكتلات دفاعيه برضو كبيره من مودرن سبورت في المباراه اللي فاتت، بس انت ما قدرتش انت تخترقها ولا قدرت انت تصنع فرص. انما النهارده انت بتصنع فرص بالجمله وبتسجل 4 اهداف. استقبلت هدف من خطأ يعني ملوش اي داعي من مصطفى شوبير، بس عادي يعني كل الحراس بتخطئ وكل الحراس ممكن ان هي ترتكب اخطاء، بس يعني كان خطأ غريب بالنسبه لي لان الكوره طالعه ضربه ركنيه، عادي سيبها تطلع ضربه ركنيه ما فيهاش اي مشكله يعني. مش غريبه ان هي تطلع ركنيه، بس الغريب ان انت تدخل الكوره تاني الملعب وواقف لاعب من فاركو عشان يستقبلها ويحطها جون. يعني ما اعرفش مصطفى شوبير ليه عمل كده او ليه قرر ان هو يعمل الخطأ ده، بس عادي هي مباراة وخلصت. شفنا طبعا كله طبعا هيتكلم على تغيير الديانج. هي فعلا تغيير الديانج كشفت لك نص الملعب بتاعك، وخصوصا ان انت معاك زيزو ومعاك بن رمضان في نص الملعب، والاتنين المهام الهجومية بتاعتهم اكتر من المهام الدفاعية وبصراحة ديانج كان بيلم وراهم، وكان بيلم نص الملعب والفراغات اللي كانت بتحصل في نص الملعب مع زيادة زيزو وزيادة بن رمضان طبعا. وطبعا كلنا بنشوف ريبيرو بطاير الباكات بتاعتنا، مفيش غير هو اشرف داري وياسين مرعي هم اللي بيبقوا واقفين بس في نص ملعب النادي الاهلي او على خط النص كمان مش في نص ملعبنا، وبيطير الباكات والراجل بيهاجم بكل الناس. فديانج
التحولات وكل الكلام ده ديانج بيقدر اللي هو يلمه بسهوله. طبعا ده عشان تكوينه الجسماني وعشان سرعته في الارتدادات. اما كوكا او احمد رضا بصراحه مش هيقدروا ان هم ينفذوا المهام دي. معرفش مروان عطيه يقدر ان هو برضه ينفذها او لا، لان هي هتبقى حمل كبير قوي على اللاعب رقم 6 في الفرقه، ان انت تلم ورا الاثنين التمانيات بتوعك وتلم ورا الفرقه بتاعتك. فديانج كان مأداها بطريقه مثاليه. طبعا كلنا شفنا طبعا الانذار اللي ملوش اي صنف اللازمه، ولا تستحق اصلا لعبه انذار، ولا تستحق اصلا فاول. وحتى لو حسبتها فاول ما تستحقش ان انت تدي الراجل انذار عليها وتخليه عمال لاعب طول الماتش عمال خايف ان هو ياخد الانذار التاني ويطرد. فهو الحكم بصراحه كانت قراراته في موضوع الانذارات ده بالذات غريبه جدا. يعني محمد شريف اول فاول ليه في الماتش فاول عادي يعني طبيعي، يعني ممكن اي حد يعمله في نص الملعب، والفرقه كلها فرقه النادي الاهلي واقفه في نص ملعبها يعني كرة عادية جدا برضه طلع انذار واداه لمحمد شريف. محمد هاني طالع برضه نفس الكلام، الراجل بيناديله بيقول له تعالى اطلع من هنا، ومحمد هاني بيطلع من الناحية التانية بس طالع بيجري. فالراجل عشان محمد هاني ما ردش عليه او ما سمعش كلامه وطلع من هنا، طلع جري وراه واداله الانذار التاني وراح مديله طرد. فما اعرفش ليه كان انذارات النادي الاهلي بتبقى بسهولة كده، وان الراجل عمال يوزع فيها مجاني على اللعيبة كلها. ده سببه ايه انا طبعا ما اعرفش. ليه كابتن محمد معروف بيعمل كده؟ دي حاجه طبعا هو ممكن يراجع نفسه فيها، وطبعا النادي الاهلي ممكن ما يسكتش على الموضوع ده ويطلع بيان ان الراجل ده ما يحكملوش تاني. لان احنا شفنا طبعا يعني مش عارف طرد محمد هاني ده لازمته ايه، او ليه انت تعمل كده مع اللعيبه؟ بس خلاص الراجل طالع يعني في اخر دقيقه، يعني في الوقت الضايع من المباراه، والنادي الاهلي كسبان 4-1. فاكيد يعني الراجل مش هيبقى قاصد ان هو يضيع وقت. يعني ده وقت ليه؟ يعني فاركو هيحط في النادي الاهلي 3 جوان في الدقيقتين اللي باقيين. فيعني حاجه مش طبيعيه يعني، وحاجه كانت عاديه جدا ان هي تعدي. بس ما اعرفش ليه الحكم عمل كده يعني، او ما اعرفش ليه انه قدر ان هو يعمل حركه زي كده. فهي كانت غريبه طبعا بالنسبه لكل الناس اللي كانت بتتفرج على المباراه. بس في المجمل كان اداء النادي الاهلي مثالي. مرحبا بزيزو في النادي الاهلي بعد طبعا مساهمتين في المباراه اللي فاتت وهدفين من المباراه دي، 4 مساهمات تهديفيه مع النادي الاهلي في مباراتين في الدوري. بن شرقي زي ما قلت لك ما يقعدش دكه، ديانج ما يقعدش دكه. عايز اشوف جراديشار من اول المباراه بيبدا مع النادي الاهلي، لان جراديشار مهاجم تقيل قوي ومهاجم كوير قوي. الراجل الكره تحت رجله حاجه متعه، لمساته حلوه للكوره. تريزيجيه زي ما قلت لك لازم يراجع نفسه. كسبنا مدافع كويس اسمه ياسين مرعي، مدافع تقيل ومدافع حلو قوي وبيلعب رجله حلو. في المجمل مليون مبروك على كل الاهلاويه وعلينا كلنا. في استمراريه ان شاء الله للاداء وفي استمراريه للنتائج. خلينا نصبر على الراجل وخلينا نصبر على افكاره، وان شاء الله هتشوفوا النادي الاهلي بشكل تاني. انا متفائل بالراجل ده معرفش ليه، بس انا حاسس ان هو هيقدر يقدم حاجه كويسه مع النادي الاهلي في الوقت الجاي. فخلينا نصبر عليه وما نستعجلش. ولو وصلت لعند هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير. سلام.